وانا بقى نويت في دماغي دلوقتي وهعمل تشكيله من لعيبه كره القدم المعتزلين الاساطير الايقونات في تاريخ كره القدم. تشكيله مش هيبقى فيها ولا ثغره، مش هتعرف تلاقي فيها يا باشا ثغره، لان هعمل تشكيله تكسب اي حد في عز مجده. فمنتخب الارجنتين طبعا معتزلين بس. فهل ينفع ناخد مارادونا في التشكيله بتاعتنا دي؟ مفيش، لان ما عندناش صانع لعب. طيب احنا بنلعب 4-4-2 مبدئيا، فمفيش مارادونا. فاحنا ممكن ناخد مين؟ ماريو كيمبس. ماشي، ماريو كيمبس راس الحربه بتاعنا. منتخب المانيا، طيب ناخد مين من منتخب المانيا؟ في لعيبه كتير جدا، ولكن انا اروح مع بيكن باور. ماشي، فرانز بيكن باور يبقى هو قلب الدفاع بتاعنا. منتخب بلجيكا ما عندوش اساطير، منتخب بلجيكا تاخد منه مين طيب بالله عليكم؟ ولكن هازارد اعتزل فهناخد هازارد طبعا. هازارد ملوش مكان. طيب حاجه جميله خالص. كامباني بقى في قلب الدفاع، وهنقول ايه؟ فينسنت كامباني يبقى جنب بيكن باور. منتخب فرنسا، زين الدين زيدان، بالله عليك لو قلت لي زيدان ملوش مكان انا همشي. اصل ما فيهاش هزار دي، نلعبوا ناحيه الشمال مفيش مشكله. بولندا، بولندا. طيب احنا ممكن ناخد دوديك في حراسه المرمى، مفيش اي مشكله خالص. لا مش ده، مش دوديك ده. ايوه كلام مظبوط جدا. منتخب ايطاليا، الله الله الله، هناخد مالديني ناحيه الشمال يا بيه طبعا. منتخب البرتغال، اوكي، احنا ناخد من البرتغال ايزيبيو، اسمع انه راجل كان جبار جبار. منتخب سويسرا، طيب ممكن ناخد من سويسرا مين؟ هاخد ليكشتاينر بقى ناحيه اليمين وخلاص. هاخده الباك اليمين بتاعنا. منتخب هولندا، الله جمال منتخب هولندا وحلاوه منتخب هولندا. هل ينفع ناخد خلت؟ رود خلت، كلام مظبوط طبعا. منتخب تشيك، يا سلام، ما تقوليش نيدفيد ملوش مكان عشان هزعل. كلام مظبوط جدا. منتخب الدنمارك محتاجين حد في نص الملعب، وانا الصراحه ما اعرفش حد اسطوري لعب في منتخب الدنمارك زمان واعتزل بيلعب في نص الملعب، فدي هسيبها لك بقى في الكومنتات. لو تعرف حد دنماركي لعب كارتكاز يا ريت تقول لنا في الكومنتات ترشيحك يبقى مين.